اخباركم إيه يا شباب؟ انا عمر 3 دي ارتست، والنهارده فيديو سريع هنتكلم فيه عن ال HDRI وازاي نقدر نستخدمها ونجيبها منين، وهي هتنفعنا اصلا في ايه. اول حاجه لازم نفهمها ان الاضاءه مش مجرد ان انا احط كام اريا لايت او كام سبوت لايت وخلاص يبقى انا كده عملت الاضاءه بتاعتي. لا، الاضاءه دي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها ونحاول نطلعها بالشكل اللي احنا عايزينه. الاضاءه في بلندر نوعين اساسيين. اول حاجه عندنا وهي مصادر الضوء المباشره، ودي الصن والبوينت والسبوت والاريا، وفي مصادر غير مباشره زي ال HDRI. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن المصادر الضوء المباشره، هبقى اسيب لك اللينك بتاع الفيديو تحت في الديسكربشن. في الفيديو ده احنا هنتكلم بقى على ال HDRI. ال HDRI ده هو الهاي دايناميك رينج ايمج، ودي صوره يعتبر 360 درجه، بتقدر تشوف كل اللي حواليها وتقدر تلفها لاي اتجاه انت عايزه. اول لما بتضيف ال HDRI بتاعتك، بلندر بيستخدمها كخلفيه وكمان كمصدر اضاءه تقدر تنور بيها المشهد بتاعك كله. ال HDRI بتنفعنا في حاجات كتير جدا، منهم الإضاءة بتكون واقعية، مش مضطر إن أنت تعملها بإيدك واحدة واحدة، وكمان الانعكاس اللي بيبقى على الإزاز بيكون واقعي. أقدر ألاقي فين ال HDRI دي؟ أنا عن نفسي بستخدم بولي هيفن، بدخل على السايت بتاعهم وانزل اي HDRI هي عجباني، او بستخدم الادوم بتاعتهم تقدر تنزلها على بلندر، ودي هتلاقي فيها HDRIs كتير و3D موديلز وكل حاجه انت هتحتاجها. اول حاجه هنعملها ان احنا هندخل على بولي هيفن، هنختار HDRI، ننزل اي HDRI انت عايزها، اختار الكواليتي اهم حاجه، يستحسن تكون 1K او 2K علشان السين بتاعك ما يعلقش. وبعد لما ننزلها هنفتح بلندر، نمسح الكيوب، هندخل على edit preferences، وهنشغل ادون اسمها نود رانجلر دي عشان نقدر نعمل روتيشن لل HDRI بتاعتنا. وبعد كده هنروح على الشيدر اديتور، الاوبجكت دي هنروح على الورلد، هندوس نيو، وبعد كده شيفت ايه environment texture، هنوصلها بالكالر، وبعد كده هنروح على الداونلود، شوف اللي انت نزلتها فين، وبعد كده ندوس كنترول وتي عشان برضو تقدر تشوف ان انا اعمل لها روتيشن ازاي. من الروتيشن اللي هنا اهو، تمام. انا بقى دلوقتي ضفت ال HDRI دي، بس الخلفيه بتاعتها مش عجباني، يعني الاضاءه بتاعتها تمام عجباني جدا، بس الخلفيه مش عجباني ككواليتي او كاي حاجه عموما. فممكن نعمل حاجه ان احنا هنضيف HDRI تانية. انا عن نفسي اخترت دي مثلا، وبعد كده هندوس شيفت ايه ميكس شيدر. اهم حاجه ال HDRI اللي انت عايزها تكون خلفيه تكون متوصله في النود التانية، وهندوس على دي برضو كنترول وتي علشان اوري لك برضو ان الاضاءه متاخده من اول HDRI. انا لو جيت وصلت تاني HDRI حطيناها الاضاءه هتختلف، ودي اول واحده الاضاءه ثابته. لو جينا وصلنا دول وبعد كده وصلنا ميكس شيدر، لو عملت روتيشن لاول واحده الاضاءه بتختلف، وعملنا روتيشن لتاني واحدة هنلاقي إن الإضاءة برضو بتختلف. على الكثفة اللي انت فيها يا حازم. في الحالة دي بقى هندوس شيفت إيه لايت باث، وبعد كده هنوصل الكاميرا راي دي، هنوصلها بالفاك دي. كل لما أعمل روتيشن لتاني واحدة الإضاءة مش هتتغير، لكن لو عملت روتيشن لأول واحدة الإضاءة هي هتفضل تتغير معايا. وبس كده. لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك أي سؤال تقدر تكتبه في الكومنتات هنا وأنا هرد عليك على طول.